السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا ينعاد علينا الأيام بالخير يا رب، وينعاد عليكم بكل خير يا رب، وعلى حبايبكم يا رب. مساء السعادة، مساء الهنا، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم. مساءكم رضا من عند الرحمن. زي ما انتم شايفين الفطير بتاعنا القمر الجميل. الفطير بتاعنا طبعا ده كان طالع اوردر يا جماعة، بس عايزة اقول لكم فطير بالسمنة البلدي بقى. اللهم صل على النبي. والبلدي يوكل زي ما بيقولوا، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله. اللهم بارك. عملت شويه فطير بقى يا جماعه، مش عايزه اقول لكم على الجمال وعلى التوريق وعلى الحلاوه. طبعا الفطير ده انا كنت اللي مطلعاه، مش عايزه اقطع منه واوريه لكم. بس انا هوريكم بقى اللي انا كنت عاملاه. كنت عامله واحده لنا يعني. هوريكم التوريق بتاعها دلوقتي وعلى الجمال. يلا بس ندخل نشوف المقادير. النهارده باذن الله انا هعمل 4 فطاير، فانا هعمل 2 كيلو من الدقيق. هحط ايه على الدقيق؟ طبعا نخلة الدقيق مره واتنين. حطيت عليهم شويه ملح وحوالي معلقتين سكر. وبعد كده بقى هقلب بقى كده حلو قوي قوي الدقيق مع إيه مع الملح ومع السكر. الفطير طبعا ما بياخدش اكتر من كده. طبعا دي الكوبايه المعياريه اللي انا عايرت بيها الدقيق. زي ما انتوا عارفين الكيلو الدقيق بيبقى 7 كوبايات من الدقيق. ماشي، فانا حطيت 2 كيلو يبقى 14 كوبايه 100 دقيق. وبرضه هبدأ انزل بالمية بتاعتي. طبعا المية يا جماعة احنا في البرد، فلازم المية بتاعت الفطير تكون دافية. يعني مثلا المية كده دفاها على البوتاجاز شوية، وابدأي انزلي بقى وعجيني على طول. زي ما انت شايفة انا بنزل واحدة واحدة بالمية، وهبدأ الم في العجينة بتاعتي واعجنها عجنة حلوة. انا بعجن العجينة حلوة قوي قوي لحد لما تبقى تمط معايا كده زي اللبانة. وما تعجنيش فيها كتير زيادة عن اللزوم علشان ما تربيش للعجينة عرق. عجينة الفطير لو ربت معاكي عرق هتزهقك قوي في الفرد. هتلم معاكي وانت بتبططي فيها. فيعني ايه، اخدميها حلو بس برضو مش زيادة عن اللزوم يعني. الوسط او المعقول في كل حاجة بتبقى حلو. طبعا انا مسكتها بقى كده وقعدت على الارض صراحه، وعجنتها عجنه محترمه زي ما انت شايفه. لحد لما نعمت معايا وبقت تمط زي ما انت شايفه كده زي اللبانه بالظبط. كده خلاص بدات تبقى جاهزه معايا وزي الفل. هبدا بقى ان شاء الله هقطعها على طول. ايه، جبت صينيه كده اللي اقطع فيها، وحطيت فيها دهن زيت صغيره وهبدا اقطعها. زي ما انتوا عارفين ان انا بعمل الفطير. بعمل فطيرة يا حبايب يا حبايب قلبي على 3. يعني أنا بعمل فطيرة الواحدة بتاخد نص كيلو من الدقيق، وبتاخد 3 كور من الكور دي. أنا بعمل فطيرة بسم الله ما شاء الله حجمها كبير. حجم ما شاء الله عليها، حجمها كبير وحلوة. وعملتهم ما شاء الله كانوا طالعين زي العسل، وقرفتهم زي العسل. وزي ما قلت لكم عاملاها بالسمنة البلدي. ده كان يا جماعة اوردر عملته النهاردة وطلعته. اللهم لك الحمد، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. ادعوا لي بقى كده وشجعوني، وان انا بقى ان شاء الله ابدا انزل اوردرات وحاجات. فانا ايه قلت هنزل فطير معاكم اللي انا عملت. طبعا انا ما جبتلكوش الطريقه بالتفصيل لاني انا عامله الفطير معاكم قبل كده. بس انا كنت بح فطاير، وكل تقطيعه خدت مني ايه تلات كور. يعني 3 كور من الفطيره الواحده بتبقى 3 كور عشان تبقى الفطيره كبيره وحلوه كده. وانتوا عارفين الصينيه الكبيره في اللي هي الصواني الخبيز. دي بقى طبعا دي السمنه البلدي يا جماعه، زبده اهيت، زبده بلدي ما شاء الله، زبده جاموسي كمان. عايزه اقول لكم تحفه، بصوا صابحه وجميله. هبدا بس افككها على النار كده. انا مش عايزه ان انا إيه اسيحها جامد او اقدحها، لا انا عايزاها تبقى زبده زي ما هي، بس هفككها بس لان الجو برد. طبعا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انا سبت العجين بتاعي حوالي ساعه، او سيبيها اكتر من ساعه كمان، لان انا عايزاه يرتاح معايا خالص. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي الزبده خلاص انا فككتها زي ما انتوا شايفين. ده يا جماعة الفطير اللي بطلعه اوردرات بعمله من السمنة الزبدة الصافي. سمنه زبده زي ما انتوا شايفينها، الزبده الجاموسي كمان. لو في ساعات بيبقى في زبده بقري بحط. انا ما بعمل حاجه او بطلع اوردر بعمله من انضف حاجه والله، ومن احسن حاجه. بحيث ان الناس تاكل حاجه حلوه والناس تاكل حاجه نظيفه. وزي ما انتوا شايفين الشغل بتاعي ما شاء الله ما شاء الله. شغل الفلاحه على اصوله. يعني حاجه الفطير بيبقى مخدوم، بيبقى معمول حلو، بيبقى مورق. وزي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله، شايفه الجمال. شايفه الفطيره بتفرد معايا وعامله ازاي. لان طبعا كويس ريحه العجين بتاعي حلوه قوي قوي. الفطير يا حبيبتي بيعتمد على الراحه. ان احنا لازم نريح الفطير حلو قوي. شايفين يا جماعه؟ شايفين هو خف قد ايه وهش قد ايه؟ ما شاء الله. زي ما انتوا عارفين ان انا بعمل الفطيره 3 ببعض. يعني كل واحده بقى بقفلها زي ما انت شايفه كده، اعملها زي المربعات كده واحط التانية في قلبها وهكذا. وطبعا بين كل واحده وواحده لازم السمنه اللي انا بحطها دي رشه السمنه، لان السمنه طبعا هي اللي بتورق الفطير معايا. دي طبعا دي تدقيقات.
هعملهم 3، يعني هعمل كل فطيرة 3. بصوا بقى اللهم بارك، انا عملت 2 والتالتة كمان اهيت، كانت 3 فطاير اللي انا كنت مطلعاهم اوردر يا حبايب قلبي. سبتهم بقى يرفعوا. اهم حاجة تسيب الفطير تاني بعد ما نشكله يرتاح حلو قوي قوي قوي، لازم يرتاح، سيبيه كمان ساعة ساعتين، سيبيه براحته خالص. لو انت بقى بتعملي اكل او تعملي حاجة لبيتك، يعني بتعملي طبخ وكده، اعمليه واركنيه وسيبيه. اعملي شوفي شغل بيتك، شوفي مصلحتك، وبعد كده ارجعي تاني بططي وافردي. هيفرد معاكي كمان وهيبقى زي العسل، هيبقى زي الفل كده. بصوا الجمال اهو. شايفه؟ طبعا انا بحط سمنه زبده على وشها برضو وبفرد بيها عشان ايه؟ تفرد بسهوله. طبعا بصوا هي كمان ما كانتش، يعني انا سبتها حوالي ساعه وما فردتش قوي كمان. لو سبتها اكتر، لان طبعا احنا في الشتاء، هتفرد احسن من كده. شايفين الجمال؟ شايفه الفطيره قد ايه؟ اللهم صل على النبي. شايفه يا حبايب قلبي جمال؟ وشايفين الهشاشان بتاعها؟ عايزه اقول لك فطير فلاحي على اصوله، فطير بالسمنه البلدي، بتهيألي مخدوم ومعمول حاجه تحفه كده وحاجه تفرح. شايفه شكل الفطير عامل ازاي؟ اللهم بارك. طبعا انا خبزت الفطير كله. الفطيره الاولانيه اللي انتوا كنتوا شايفينها ديت انا عملتها لان هي كانت مطلوب انها تتسلم بدري شويه عن الفطير التاني. فانا عملتها وخلصتها وقفلتها حلو، سبتها طبعا لما بردت. وبعد كده غطيتها بكيسه، لازم نغطيها حلو يا حبايبي عشان الفطير يطرى معانا. وبعد كده ايه، بدأت ان انا سلمتها، اللهم لك الحمد. والفطير التاني برضو خبزته، وطبعا الفطير كان رايح لاصحابه. إيه سخن، هو كان سخن بس طبعا على ما وصل اكيد بقى دافي. فاللهم صل على النبي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. انا هوريكم بقى التوريق. في الوقت ده طبعا كنت سلمت خلاص الاوردرات بتاعتي والفطير ما شاء الله اللهم بارك. وده الفطيره بقى دي طبعا اللي كنت عاملاها لنا في البيت، كنت عامله لاولاد واحده كده عشان برضو اوريكم. عايزه اقول لك مورق جدا، في طبقات كتيره قوي قوي ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله تحفه. دي طبعا دولت الفطيرتين برضو لهم، اللهم بارك. شايفه الجمال؟ شايفه الحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله، عسل يا جماعه. لو حابه تعملي مشروع، هتعملي مشروع حلو قوي قوي، هيكسبك ان شاء الله ذهب كده بسم الله ما شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايدينا وبين ايديكم جميعا يا رب. عايزه اقول لك خفيف جدا ومورق، بس طبعا مش عايزه افتحهم لان الفطير طبعا هيروح لاصحابه. وبكده يكون فيديو الفطير بتاعي خلص. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.